الشيلات ما حكمها؟ الشيلات 3 أقسام. نبدأ من الأدنى ولا من الأكبر؟ نبدأ من الأقل. شيلات هي قصائد تشال شيلة بتلحين معين وتطريب معين، في عرس، في عمل، في بر، في كشتة، وكلامها يحث على مكارم الأخلاق وعلى الشيم وعلى المراجل، وينهى عن الرخائم، فلا بأس. هذا الحدى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وهم يعملون يحفرون الخندق، وقبلها في بناء المسجد، وكذلك في حدائهم في طريقهم في الجهاد ذاهبين آيبين. النوع الثاني شيلات ما فيها معازف، لكن فيها أقوال شنيعة، إما تثير العصبيات القبلية، فيها رفع قبيلة وإخفاض من أخرى، فيها تشبيب بالنساء وتوصيف لهن، حبني وحبيتك، وعظني وعظيتك، ولكم ضحكتوا، ها ودكم بالعظ جود سنونكم، ترى مهنا سنون. أي نعم. فهذه محرمة لمعانيها وما اشتملت عليه من هذه الكلمات والمضامين المحرمة. النوع الثالث وهو الأشهر، شيلات فيها معازف وفيها طبول وفيها مؤثرات صوتية وفيها أورج، فهذه حرام ولو كان المنشد فيها والمشال فيها من الكلام الحق. فإذا انضاف معها عصبيات جاهلية وتغرير بالمساكين وتوصيف للنساء أو إغراء للناس بالمبالغة والعبث بالإبل والحيوان، فهذا حرام. وقد أفتى من أهل العلم من شيوخنا أنها أشد حرمة من مطلق الأغاني، لأنها اشتملت على المعازف أولا، واشتملت على الكلام الفاحش البذيء المحرم ثانيا. وفي آخر الزمان سيكثر المفتون بغير علم، خصوصا المبيحون لهذه المحرمات. روى الإمام البخاري في صحيحه تعليقا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا، سمي باسم الموضع، والحرير، والخمر، والمعازف. والمعازف كل آلة أصدرت صوتا يتطرب الناس فيه ويتعازفون فيه بقدر، بزير، بنجر، ببرميل، بطبل، بدف، في غير النساء للعرس وغيرهم للجميع في العيد، بأورج، بكمنجة، ببوس، بمزمور، بقانون، بأي آلة من الآلات المصدرة للأصوات بنفسها أو عن طريق اللعب والبرمجة في الكمبيوتر حتى يخرج هذا الصوت.